تعالوا بقى نصلي على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام، ونعمل عدس مع بعض النهاردة. بما ان الجو شتاء وهوا ومطره وحاجات كده ما يعلم بها الا ربنا. بصوا انا جربت العدس يعني بطريقتين. الطريقة الاولى اللي هو اغلي المية واحط كل المكونات لحد ما يستوي، وبعدين بقى اكمل وان انا اشوحه بمعلقه السمنه دي الاول كل المكونات، وبعدين اضيف الميه. لقيت بصراحه لما تشوحي المكونات كده بمعلقه السمنه بيبقى العدس طالع من ايدك زي العسل زي السكر. طب ايه اللي معايا بقى هنا؟ معايا عدس ومعايا جزر وطماطم وبصل وفصين توم، ما بكترش التوم عشان القولون كفايه يعني. وبصل ولما صل على النبي بطاطسايه صغيره ومعلقه سمنه. قلبت المكونات بقى كلها مع بعضها، ويا سلام على الريحه بقى اللي طالعه وجمالها. طبعا حتى حله فيها ميه بتغلي عشان ابقى ازود ميه سخنه. بقى ضفت الميه، هي ما كانتش لسه غليت، هتغلي عادي مع الحاجه على البوتاجاز. هسيبها بقى تغلي بقى وتستوي بقى براحتها خالص بعد ما اديناها التشويحه المظبوطه، وبعدين نبقى نكمل ونشوف هنعمل ايه مع بعض. العدس استوى وبقى تمام مية مية، والخضار كله استوى. سبته هدي شوية وهضربه في الخلاط. المرحلة بقى اللي جاية دي انا هضربه في الخلاط. تمام. عايزة بقى تعمليه شوربة عدس، انت هتضربيه في الخلاط او هتضربيه بالهاند بلندر لو موجود عندك، وتحطي ملح وكمون وتسيبيه غلوتين كده على البوتاجاز، ودي شوربة عدس مية مية. هتعملي بقى عدس علشان ناكله بعيش او كلام اللي انتوا عارفينه ده، فايه هنضربه في الخلاط وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنا ضربته في الخلاط كويس جدا اهو. تمام. وعلشان برضو ابقى ضامنه ان انا ضربته كويس، صفيته لو في اي حاجه ما ضربتش كويس بتطلع معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام. لو انت بقى عايزه تعملي زي ما قلتلك شوربه عدس زي ما انت ضربتيه كده بقى، بتحطيه على البوتاجاز وتحطي الملح والكمون وتسيبيه ياخد غلوتين كده وتبقى شوربه عدس مية مية. انا بقى مش هعمله شوربه عدس، انا هعمله عدس. شوف هنعمل ايه. تعالوا بقى هنعمل تركية في العدس بتخليه حلو جدا. معرفش في غيري بيعملها ولا لا، بس انا بعملها كده، بتهيالي محدش بيعملها غيري. بس تعالوا بقى جربوها والله العظيم هتفرق معاكم في طعم العدس وتخلوه حاجة كده عسل عسل عسل. معايا هنا ايه؟ معايا هنا معلقة سمنة وشوية زيت، ومعايا بصلاية ايه يعني فرمها كده، تكون رفيع يعني، تكون حتت صغيرة، مكعبات ايه حتت صغيرة. تمام. هدي البصلة معايا تشويحة كده خفيفة. تمام. بعدين هقول لكم هنعمل ايه على ما البصلة بقى ايه تتشوح كده. تمام. اللي لسه ما عملش لايك يضغط لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك، وتكتبوا لي تعليق جميل منكم. تمام. هدي البصلاية تشويحة كده خفيفة يعني، خفيفة خالص. تمام. بصوا هي هنا البصلة اتشوحت معايا تشويحة خفيفة خالص، هنزل على البصلة بالشعرية. بصوا انا هنا نزلت بكمية الشعرية على البصلة، هحمر بقى الشعرية مع البصلة. بقى الشعرية اتحمرت مع البصلة، هنزل بقى بالعدس. انا نزلت بالعدس، حطيت ملح وفلفل وكمون ومكعب مرقة وشوية صغيرين خالص السبع بهارات. عندك ماشي، مش عندك خلاص مش مشكلة، مش عايزة تحطي مرقة برضو مفيش مشكلة، بس حطي ملح وشوية كمون وشوية فلفل اسمر صغيرين. طبعا بقى احنا ضفنا العدس على الشعرية فمحتاج بقى ايه تقليب، فاحنا هنفضل نقلب لحد ما الشعرية تستوي علشان خاطر ما يلزقش مننا. تمام. شكل العدس بتاعنا جربوه بطريقتي والله هيعجبكم جدا جدا. اللي على الوش ده انا حمرت بصلة بحتة سمنة صغيرة وشوية زيت كده، وحطيتهم على وش الطبق من فوق. تمام. والشعرية بقى حاجة كده ايه عسل عسل عسل. جربوه ان شاء الله يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.